إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في قراءتنا في هذا الكتاب العلمانية وثمارها الخبيثة لمحمد شاكر الشريف. ونتكلم في هذا المجلس عن صور العلمانية. للعلمانية صورتان، كل صورة منهما أقبح من الأخرى. الصورة الأولى العلمانية الملحدة، وهي التي تنكر الدين كلية وتنكر وجود الله الخالق البارئ المصور، ولا تعترف بشيء من ذلك، بل وتحارب وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله. هذه العلمانية على فجورها ووقاحتها في التبجح بكفرها، إلا أن الحكم بكفرها أمر ظاهر ميسور لكافة المسلمين، فلا ينطلي بحمد الله أمرها على المسلمين، ولا يقبل عليها من المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دينه. وخطر هذه الصورة من العلمانية من حيث التلبيس على عوام المسلمين خطر ضعيف، وإن كان لها خطر عظيم من حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن أو القتل. الصورة الثانية العلمانية غير الملحدة. قبل أن أدخل فيها يوجد تعليق في الهامش. قال: العلمانية في جميع صورها وأشكالها هي في الحقيقة ملحدة، سواء منها ما ينكر وجود الله وما لا ينكر، لأن أصل الإلحاد في لغة العرب معناه العدول عن القصد والميل إلى الجور والانحراف. وإنما قلنا علمانية ملحدة وغير ملحدة جريا على ما اشتهر عند الناس اليوم أن الإلحاد يطلق على إنكار وجود الله فقط. فإذا الصورة الثانية من العلمانية كما قلنا آنفا هي العلمانية غير الملحدة، وبينا أنها هي أيضا إلحاد وخروج من الدين. وهي علمانية لا تنكر وجود الله وتؤمن به إيمانا نظريا، لكنها تنكر تدخل الدين في شؤون الدنيا وتنادي بعزل الدين عن الدنيا. هذه الصورة أشد خطرا من الصورة السابقة من حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين، فعدم إنكارها لوجود الله وعدم ظهور محاربتها للتدين يغطي على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه الدعوة الكفرية، فلا يتبينون ما فيها من الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدين. ولذلك تجد أكثر الأنظمة الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين أنظمة علمانية، والكثرة الكاثرة والجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة ذلك. مثل هذه الأنظمة العلمانية اليوم ومثلها تحارب الدين حقيقة وتحارب الدعاة إلى الله، وهي آمنة مطمئنة أن يصفها أحد بالكفر والمروغ من الدين، لأنها لم تظهر بالصورة الأولى، وما ذلك إلا لجهل كثير من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وسائر المسلمين وأن يفقه الأمة في دينها حتى تعرف حقيقة الوضع الذي هي فيه، وحتى تعرف حقيقة هذه الأنظمة المعادية للدين. ولهذا فليس من المستبعد أو الغريب عند المسلم الفاهم لدينه أن يجد في كلمات أو كتابات كثير من العلمانيين المعروفين بعلمانيتهم ذكر الله سبحانه وتعالى، أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الإسلام. وإنما تظهر القرابة وتبدو الدهشة عند أولئك الذين لا يفهمون حقائق الأمور. والخلاصة أن العلمانية بصورتيها السابقتين كفر بواح لا شك فيها ولا ارتياب، وأن من آمن بأي صورة منها وقبلها فقد خرج من دين الإسلام والعياذ بالله. وذلك أن الإسلام دين شامل كامل له في كل جانب من جوانب الإنسان الروحية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية منهج واضح وكامل،
ولا يقبل ولا يجيز أن يشاركه فيه منهج آخر. قال الله تعالى مبينا وجوب الدخول في كل مناهج الإسلام وتشريعاته: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى مبينا كفر من أخذ بعضا من مناهج الإسلام ورفض البعض الآخر: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والأدلة الشرعية كثيرة جدا في بيان كفر وضلال من رفض شيئا محققا معلوما أنه من دين الإسلام، ولو كان هذا الشيء يسير جدا، فكيف بمن رفض الأخذ بكل الأحكام الشرعية المتعلقة بسياسة الدنيا مثل العلمانيين؟ من فعل ذلك فلا شك في كفره. والعلمانيون قد ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام يوم أن اعتقدوا أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، وأن حكم غيره أفضل من حكمه. العلمانيون قد ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام يوم أن اعتقدوا أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أفضل من حكمه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ويدخل في القسم الرابع أي من نواقض الإسلام من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو القرن الواحد وعشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه، أو أنه أي أن الإسلام أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في الشؤون الأخرى. نتوقف هنا على أمل أن نلتقي بكم في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.